طيب دلوقتي هنبدأ نتكلم على السيت اب بقى بتاع الجيتسون نانو. الجيتسون نانو يعني مختلفة شوية عن الراسبيري باي ده، لأن طبعا ليها كومبيتيشنال بار أعلى. يعني مثلا الراسبيري باي أنا ما أقدرش أشغل عليها سيستم نافيجيشن كامل، راسبيري باي 4 مثلا، لكن الجيتسون نانو لا، أقدر أشغل عليها سيستم نافيجيشن كامل. يعني ما احتاجش إن أنا أشغل جزء مثلا على لابتوب أو على ديفايس خارجي، لا أنا أقدر عليها أشغل عليها السيستم كله. ممكن بس ساعات بنحتاج لو حاجة عليها لود عالي قوي، ساعات ممكن نشغلها على اللابتوب، أو لو احنا عايزين نبريفيو، يعني عايزين نشوف ايه اللي بيحصل على الجيتسون نانو او النافيجيشن سيستم وارفز وكده، فساعات بنحتاج نعمل برضو الكونكشن بتاع الشيرنج جروس ماستر يعني. لكن عامه احنا لا، الجيتسون نانو تقدر تشغل سيستم نافيجيشن كله. يعني الجيتسون نانو ليها ايمجز مختلفه او مختلفه عن الراسبري، يعني ايمجز خاصه بيها. نيفيديا هي او نيفيديا ديفلوبينج بارت يعني هو اللي مجهزينها. الايمج دي اسمها جيت باك. لو جينا بصينا كده على الريليزز بتاعتها سوا، هلاقي مثلا في الجيت باك اركايف زي ما قلنا الجيت باك ده، دي الايمج اللي انا بعمل لها انستول على الجيتسون بتاعتي. طبعا الجيت باك فيرجنز، كل جيت باك فيرجن خاص او بيشتغل على بوردز معينه، لان طبعا ما فيش، مش جيتسون نانو بس، في جيتسون نانو، في جيتسون اكزافير، في ان اكس، في حاجات كتير. لازم براجع الجيت باك بتاعتي واشوف هل هي كومباتبل مع الجيتسون نانو او لا، لو انا مثلا شغال على جيتسون نانو. فلو جينا بصينا هنا في الاركايف بتاع الجيت باك، هلاقي ان في جيت باك 6 وجيت باك 5، فهلاقي ان الحاجات دي مش بيشتغلوا مع جيتسون نانو. حتى لو بصيتوا هنا هتلاقوا يعني البوردز اللي موجوده في جيتسون اي جي اكس اوريون، وفي جيتسون ان اكس، وفي جيتسون اوريون نانو. دي غير الجيتسون نانو ديفلوبمنت كيت. الاوريون دي بتبقى مختلفه شويه، ان هي بيبقى موجود فيها بتركب M2 اس اس دي كده تمام، وبتبقى مختلفه تماما عن النسخه اللي متاحه في مصر، اللي هي اللي بيتركب فيها ميموري كارد العاديه، اللي هي بيبقى اسمها جيتسون نانو ديفلوبمنت كيت. فعشان الناس ما تتلخبطش، فالاوريون دي مختلفه، مش دي اللي متاحه على الاقل في السوق، او انا لسه ما شفتهاش يعني. لو الجيتسون اللي انت جايبها اوريون تمام ممكن تشتغل، لكن الجيتسون ديفلوبمنت كيت عاديه اللي احنا بنستخدمها الايمج دي مثلا مش كومباتبل معاها، اللي هي الجيت باك 6.0. فلو جينا نزلنا كده شويه، هلاقي ان معايا من اول الجيت باك او من قبل الجيت باك 5 ممكن يشتغل على الجيتسون نانو. اللي هو معايا مثلا احدث حاجه الجيت باك 4.6.5، دي مثلا احدث نسخه فيهم تقدر تشتغل على الجيتسون نانو، واللي قبلها طبعا كله تمام. فلو جيت بصيت على النسخه دي، هلاقي ان هي لا، هي بتدعم الجيتسون نانو مش جيتسون اوريون. هلاقي ان موجود الجيتسون نانو معايا، فاي جيت باك من دول اقدر استخدمها. طبعا كل جيت باك بيبقى ليها حاجه اسمها ال40، ده بيبقى ريليتد، لان احنا زي ما عارفين الجيتسون نانو هي باورفول في جزء الجي بي يو تمام، عليها كارت شاشه قوي يعني، او معالج جي بي يو قوي، بتستخدم اكتر في جزء الايمج بروسيسنج والديب ليرنينج والحاجات دي. كل فيرجن من دول بيبقى ليه فيرجنز او نازل معاه فيرجنز معينه من الباي تورش ومن بقيه التولز الثانيه، وبيبقى ليه فيرجن معين من كودا. في ساعات بيبقى فيرجنز معينه من سنسورز هي اللي بتشتغل معاه. لازم وانت بتتعامل مع الجيت باك بتشوف برضو انت السيستم بتاعك هتشغل عليه ايه تاني، وتنزل الجيت باك المناسبه ليه. يعني لو جينا بصينا مثلا على الجيت باك 4.6.5 اللي هي اخر واحده، لو جينا بصينا عليها كده هنلاقيه بيقول لي الاوبريتنج سيستم بتاعها نيفيديا ال4 الكيرنل بتاعته لينكس كيرنل 4.9، سيستم الاوبونتو 18. وده يعني انت دايما هتلاقي الجيتسون نانو العاديه اللي هي متاحه، هتلاقي انت ما تقدرش تنزل عليها غير اوبونتو 18 بشكل اوفيشال يعني من نيفيديا. في ايمجز متاحه بره الاوفيشال بيج بتاعت نيفيديا، بس الافضل يعني انت تنزل بتاعت نيفيديا يعني، عشان يبقى فيه، عشان ما تقابلش ايشوز كتير يعني، ولو قابلت ايشو تقدر تحلها. فهو بينزل عليه اوبونتو 18، فبالتالي نسخه الروس اللي بتنزل عليه بتبقى ميلوديك مش نيوتك، وده مش هيأثر معانا في حاجه. يعني لو انت شغال اللابتوب بتاعك على نيوتك والجيتسون نانو شغاله بالميلوديك، وربطت حتى الروس ماستر ببعضه، مش هيحصل اي مشاكل، هيفضلوا شغالين ببعض عادي وهيشوفوا التوبكس. دي ميزه كويسه يعني، فمش يعتبر مش هيأثر معاك في حاجه قوي، الا طبعا لو في باكجز نازله للنيوتك بس، ساعتها ممكن تحتاج مثلا تشغلها على اللابتوب ما تشغلهاش على الجيتسون. لكن غير كده غالبا مش هتواجه مشاكل معاه في سيستم النافيجيشن العادي يعني، كله زي بعض. فزي ما كنا بنقول ده الاوبريتنج سيستم الخاص بالجيت باك دي. لو جيت بصيت هنا هتلاقي التنسور ار تي، هتلاقي ليها فيرجن، لان الجيت باك دي ليها الفيرجن ده من او بتنكلود الفيرجن ده من التنسور ار تي 8.2.1. فانت تشوف الابلكيشن بتاعك هل انت معتمد على الفيرجن ده، ولا انت محتاج فيرجن قبل كده، لان ده الليتست طبعا. بيبقى فيه فيرجن خاص بالكودا. الكودا ده اللي هو اللايبراري او اللي هي التول كيت اللي بتبروفايد معاك ان انت تعتمد على الجي بي يو. وعندي كمان في اللي هو الكودا ديب نيورال نتورك لايبراري تمام، ودي برضو الفيرجن بتاع ديب نيورال نتورك الخاص بالكودا. الجزء الخاص بالكمبيوتر فيجن برضو بيديك اللايبراريز المتاحه بتاعته تمام. فهو بيديك كل جيت باك بيقول لك ايه الفيرجنز بتاعت التولز اللي كومباتبل معاها، وايه الحاجات اللي انستولد عليها. في حاجات، في سنسور زي ما كنت بقول، زي
الريل سنس مثلا بتحتاج مثلا فيرجن معين جيت باك عشان تشغل اس دي كي معين من ريل سنس عشان يبقوا كومباتبل مع بعض. لو انت هتستخدم ريل سنس بيفرق ساعتها، بيفرق حوار الاس دي كي والجزء بتاع ال 4 تي ده والكيرنل وكده. بتيجي هنا بقى عشان تنزل الايمج دي. اتفقنا ان الايمج اللي هي 4.6.5 او اي فيرجن يعني من 4.6 اي ريليز منها تمام شغاله مع الجيتسون نانو. فلو عايز انزلها بقى باجي هنا، او انا عندي في جيتسون نانو ديفلوبر كيتس، باجي هنا لو انا عندي جيتسون نانو 4 جيجا او فوق ال 2 جيجا يعني بختار بنزل الاس دي كارد ايمج دي، ولو هي ال 2 جيجا بنزل لها الاس دي كارد دي او الاس دي كارد ايمج دي. طبعا اول ما بدوس عليها تبدا تنزل الايمج عندي. يبقى ده كده الجزء الخاص بالايمجز الكايف بتاعها وازاي اختار جيت باك ايمج اللي انا محتاجها للجيتسون بتاعتي. طبعا نزلت الايمج زي ما انا عملت مع الراسبيري باي. محتاج برنامج اللي هيعمل لي بيرن او هيعمل لي فلاش للايمج دي على الاس دي كارد بتاعتي الميموري يعني. فبجيب الاس دي كارد بركبها في اللابتوب، وبعد كده بنزل او بستخدم البرنامج اللي هو ايتشر. احنا اوريدي كنا بصينا عليه قبل كده سوا او استخدمناه مع الراسبيري باي. نفس الستبس اللي كنا عملناها، بنسلكت الايمج وبعد كده طبعا احنا بننزله يعني بنسلكت الايمج وبعد كده بنسلكت الدرايف وبعد كده بنحرق الايمج دي، الايمج اللي احنا نزلناها بتاعت الجيت باك على الاس دي كارد بتاعي. اعتقد الستبس دي مش محتاجين نعيدها لان احنا اوريدي شرحناها بالظبط في الجزء بتاع الراسبيري باي. بعد كده اول ما بخلص البيرن يعني او الفلاشنج بتاع الايمج على الاس دي كارد، بنقل الاس دي كارد بتاعي واحطه في الجيتسون عندي. دلوقتي بقى انا عايز ابدا اشغل الجيتسون بتاعتي او اديها الباور بتاعها. فانا الجيتسون عندي او الجيتسون نانو ليها 2 باور مود تمام. ليها باور مود اللي هو 5 واط مود، وعندي المود التاني اللي هو ال 10 واط، وده بيديني طبعا الماكسيمم برفورمانس. يعني عندي ال 5 واط ده باور افيشنسي فبيبقى موفر للطاقه اكتر طبعا، بس ساعتها بيجي على حساب الكلوك سبيد بتاعه السي بي يو. بيبقى فيه ممكن يبقى فيه انستابيلتي شويه لو انا اديت لها باور قليل وانا بشغل ابلكيشنز محتاجه كومبيتيشنال بار عاليه. فده بعمله مثلا في مرحله السيت اب وانا بعمل سيت اب لحاجه اللي هو الحاجات البسيطه يعني. لكن لو انا مثلا بشغل موديل ديب ليرنينج او بعمل حاجه محتاجه برفورمانس عالي وهستغل كل الكومبيتيشنال باور والجي بي يو باور اللي موجوده عندي، فهحتاج طبعا اوصلها بال10 واط مود. بالنسبه للباور سورسز بقى، انا عندي باور سورس اللي هو المايكرو يو اس بي بورت تمام، اللي هو ده. يعني لو جينا بصينا في الجيتسون عندنا هنلاقي فيها مايكرو يو اس بي بورت ده، وهنلاقي الجزء بتاع الباور ده الجزء الباور التاني يعني اللي هو الجاك بتاع الباور، ان انا ممكن اوصل لها اجيب ده الفيميل طبعا، فبجيب الميل بتاعه واوصله بالباور وادخل الجيتسون الباور من هنا. طيب هل اقدر اعمل الكلام ده ابدل ما بينهم من غير مشاكل او في حاجه محتاج اعملها؟ في حاجه محتاج تعملها، ان انت بيبقى عندك هنا في زي سيلكتور كده او 2 بنز بالمنظر ده اللي هي جي 48 تمام، اللي هي البنتين دول. البنتين دول في حاله ان انت مش موصلهم ببعض بالمنظر ده، فانت كده بتقول للجيتسون نانو او بتقول للسلكتور ان انت هتوصل لها باور عن طريق المايكرو يو اس بي بتاعتك. يعني انت لو هتستخدم المايكرو يو اس بي اللي هو زي المايكرو يو اس بي اللي هو زي بتاع الشاحن كده عشان تدخل لها الباور بتاعها، التو كونكتورز دول مش هيبقوا واصلين ببعض، يعني هيبقوا بالمنظر ده كده. طيب لو انا عايز اوصل لها باور عن طريق الجاك اللي هو ده اللي هو البارت ده تمام، اللي هو الجاك ده، بحتاج ساعتها اوصل الاثنين كونكتورز دول ببعض بالمنظر ده. انا بيبقى اوريدي فيه زي بارت كده كونكتور جاي مع الجيتسون تمام، او حتى لو مش موجود انت بتشتريه وبتوصلهم ببعض. اول ما توصلهم ببعض ده معناه ان انت بتقول للسلكتور ان انت هتوصل الباور من الجاك مش من المايكرو يو اس بي. فساعتها المايكرو يو اس بي لو وصلته مش هيدي باور للبورده، هيشتغل از كوميونيكيشن. عشان في ناس كتير بتفتكر البورده محروقه او فيها مشكله لما يوصلوا المايكرو يو اس بي وما يلاقوهاش اشتغلت او ما خدتش باور. ليه؟ لان مثلا بيبقى الكونكتور ده متركب باي ديفولت، فهي مستنيه الباور بتاعها من الجاك. فناخد بالنا من الجزئيه دي. طبعا في حاله ان انا بعمل لها السيت اب بتاعها مثلا وحاططها عندي على المكتب مثلا، او بعمل لها سيت اب وموصلها بالشاشه وبتاع، فبيبقى ساعات الاسهل ان انا اشيل الكونكتور ده واوصلها بالمايكرو يو اس بي. فحاله بقى ان انا مركبها على الروبوت وعايز اديها باور ومشغل نافيجيشن ومشغل كذا حاجه، فطبعا بوصل الكونكتور بتاعي واديها الباور بتاعها من الجاك من البطاريه. وطبعا الجاك عندي بيوصل لحد 4 امبير، فبالتالي بيسمح لها ان هي تاخد باور اعلى وبيبقى ستيبل اكتر وبيدخل في المود اللي هو بتاع ال 10 واط، فبيديك احسن برفورمانس يعني. فيفضل لو انت موصل الجيتسون على الروبوت لا وصلها بالجاك. لو انت لسه بتديفلوب ولسه بتسيت اب عليها التولز وبتعمل بتنستول الروس مثلا وبتنستول التولز اللي انت محتاجها وبتجرب لسه، لا مفيش مشكله عادي وصلها بالمايكرو يو اس بي. فاحنا لو اعتبرنا بقى ان احنا ركبنا الاس دي كارد بتاعتنا وعايزين نبدا نفتح الجيتسون اول مره، فاحنا هنشيل
الكونكتور بتاعنا ونوصل نديلها باور، بس حاجه تكون بتسبورت مثلا على الاقل 2 امبير، يعني الكيبل يكون كويس تمام، وكمان السورس بتاع الباور سواء شاحن او اي حاجه يكون بيسبورت 2 امبير على الاقل. وطبعا 5 فولت، هي ما بتاخدش 12 فولت الجيتسون، الباور بتاعها كله 5 فولت، ناخد بالنا من النقطه دي، زيها زي الراسبيري باي بتاخد 5 فولت. الفكره بس ان هي ممكن تسحب امبير اعلى، يعني الراسبيري باي مثلا ماكسيمم امبير ممكن تسحبه بيبقى 3 امبير، والايديال غالبا بيبقى 2 ونص يعني. لكن الراسبيري باي سوري الجيتسون نانو ممكن توصل لحد 4 امبير لو انا موصل لها الباور بتاعها من الجاك. طبعا عندنا ريسورس اللي هو الخاص بنفيديا، الويب سايت بتاع نفيديا ديفلوبر، في كده حاطط لكم اللينك بتاعه ان انت انتروداكشن كده عن الجيتسون نانو والحاجات اللي احنا لسه قايلينها دي. طبعا الجيتسون عندي فيها الجزء بتاع المايكرو يو اس بي اللي قلنا بندخل لها منه الباور وممكن نستعمله في نقل داتا او كده. عندنا الايثرنت، عندنا اليو اس بي، في اتش دي ام اي وديسبلاي بورت كمان. ديسبلاي بورت يعني ممكن استخدمه يعني هو زيه زي الاتش دي ام اي، بينقل يعني بيتوصل بشاشه برده كده تمام، فانت متاح معاك الاثنين. بيبقى مكتوب اسمه دي بي او اتش دي ام اي اوتبوت، وهتلاقي او ديسبلاي بورت كونكتور اللي هو رقم 7 ده. في الجاك بتاع الباور اهو، وعندي في مكان كمان للكاميرا عشان تكونكت 2 كاميراز موجود هنا. وعندي هنا دي الجي بي اي او بنز اللي هو الجنرال بيربوز انبوت اوتبوت بنز تمام. وده لو انت عايز بقى تستخدم البنز دي انت ممكن تدخل لها كمان باور في 5 فولت وجراوند في البنز دي، ممكن تدخل لها باور من البنز، بس يفضل تخليك في الجاك يعني كده كده، يا اما المايكرو اس بي. وطبعا معاك بنز ممكن فيها بقى توصل بيها سنسورز، تعمل اللي انت عايزه كله، اللي هي الجي بي اي اوز دي. طبعا هو بيقول لك هنا ان انت لو هتوصلها باليو اس بي باور انك تجهز يعني بتحرق الايمج بتاعتك زي ما قلنا على المايكرو اس دي، وبتبدا تجهز الباور سبلاي بتاعك تمام. هو هنا بقى بيديك الايمجز والانستراكشن اللي احنا اوريدي قلناها، حاطط لكم البيج بقى، وبتختار الجيت باك بتاعتك وتنزلها وبتعمل البيرن عن طريق الايتشر. هنا بقى هو بيقول لك لما انت بتيجي تفتحها اول مره بتوصل بتحط المايكرو اس دي تتركب تحت الجزء بتاع الفينز دي بتلاقيها من تحت كده بتتركب تمام. وبعد كده بتوصل الشاشه بتاعتك وتوصل الباور تمام، وتبدا تشغل الجيتسون بتاعتك اهو. ده المكان بتاع المايكرو اس دي، تدخل بالمنظر ده. طبعا بتدخل في ستيبس زيها زي بتاعه الاوبونتو، يعني اول ما بتشغلها اول مره بيطلب منك بقى الباسورد واليوزر نيم اللي انت عايز تدخله، زي كانك بتتعامل مع اوبونتو عادي، كانك بتسطب اوبونتو عندك على اللابتوب مثلا. فهتعدي ويختار اللغه ويعمل باسورد والستيبس دي كلها، وبعد ما تخلص على طول هتلاقيه دخل معاك عمل لوج ان وبيفتح معاك الشاشه بالمنظر ده. طبعا انت محتاج يبقى معاك شاشه اول مره على الاقل، او لحد ما تسيت اب الواي فاي عشان تشغل الجيتسون. في طريقه تانية ممكن تعمل لها سيت اب من غير شاشه، هي تعتبر يعني مش لطيفه قوي، لان انت هتحتاج تكمل الستبس والاوبشنز دي بالترمينال، وبتبقى متعبه شويه. ممكن ابقى اشرحها لكم في مره، بس الافضل وانت بتتعامل مع جيتسون على الاقل اول مره هات شاشه يعني، واعمل السيت اب بتاعك. وبعد كده مجرد انك ثبتت اي بي وركبت واي فاي او حتى ايثر وثبتت اي بي، وتقدر تكونكت بقى بالاس اتش زي ما بنعمل مع الايه الراسبيري باي. لا وانت معاك كمان جي يو اي، فانت في طريقه كده هشرحها لكم يعني السيشن الجايه او الفيديو الجاي، ان احنا ازاي نكونكت كمان نشوف الشاشه بتاعه الراسبيري باي وهي على الروبوت، لان بيبقى فيه جي يو اي اللي هي دي، ازاي تكونكتها من اللابتوب، اللي هي دي ازاي تكونكت عليها من اللابتوب. بنكونكت عليها في ان سي كده ونقدر نشوف الشاشه ونتحكم فيها، فدي كمان ميزه عن الراسبيري باي.